السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. عايزين بقى نعمل مع بعض النهارده اكله موفره جدا جدا. يعني لما جوزك كده يقولك هي 10 جنيه اللي هتعمل لنا بيها غدا النهارده، تقدري تعملي لهم احلى غدا. هتكون سفره حلوه جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض، وهنقدر نعمل سفرة حلوة ب10 جنيه ولا مش هنقدر. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا هيمشي ازاي، وان شاء الله هتطلع سفرة حلوة جدا. اول حاجة كده معايا بصلتين زي ما انتم شايفين معايا كده، ابتديت اقطعهم يعني جوانح كده، وبعد كده بقى هنبتدي نشيلهم كده في طبق بقى او اي بول عندنا. هنجيب عليهم بقى رشة كده من الملح، يعني ربع معلقة كده من الملح. قبل ما ارش الملح هبتدي افكك كده البصل من بعضه، عايزاه يكون سايب معايا علشان كده كل بصلايه كل واحده ربع معلقة من الملح، ونزلت عليهم ب3 معالق من الدقيق والنشا. عايزة تستخدمي الدقيق بس ماشي، او نشا بس برضو ماشي. تمام. هركنه بقى شوية على جنب، وبعد كده 10 دقايق ولا حاجة على طاسة سخنة، اهم حاجة الزيت يكون ساخن جدا. هبتدي اخد البصل ده وانزل بيه على الزيت كده زي ما قلت لكم، يكون ساخن قوي. مش هقلبه ولا اي حاجة لحد كده ما يدخل على اللون الذهبي الجميل اللي معانا ده. بعد ما يدخل على اللون ده هنبتدي بقى نقلبه. عايزه اقول لكم بقى البصل ده هيكون مقرمش معاكي جدا. معلقه الدقيق او النشا اللي احنا بنضيفهم عليه بيخلوه مقرمش قوي، بس اهم حاجه نسيبه شويه بس ينزل الميه بتاعته، والنشا والدقيق هيشربوا الميه دي، وبعد كده هيطلع معاكي مقرمش قوي. وما تقلقيش، هيطلع اول حاجه كده طري، واول ما يشم الهواء هتلاقيه ناشف جدا. هشيل بقى البصل بتاعي كده واركنه على جنب، وهوريكم اللون بتاعه دلوقتي. انا عايزاه لونه غامق شويه، مش ذهبي فاتح، يعني اهم حاجه ياخد اللون ده. بعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اول حاجه كده خلصت معانا، وزي ما انتم شفتوا البصل لونه حلو قوي. هنا بقى معايا حله على النار، حطيت فيها معلقتين كده من الزيت، ومعايا هنا بصلتين وسط، معايا جزرايه، معايا كمان شطه حاميه وبارده، طماطميه واحده بس صغيره، وحوالي كده 4 فصوص من الثوم. هننزل بقى بكل الحاجات اللي معانا دي في الحله، الزيت سخن جدا. هنبتدي نقطعهم كده زي ما انتم شايفين. لو حابين ننزل بيهم زي ما هم ماشي، بس عشان نسهل عمليه التسويه يعني نسرعها شويه، فهنقطع كده الخضار بتاعنا. زي ما قلت لكم، طماطميه واحده بس صغيره، جزرايه، بصلتين وسط، وكمان فلفل بقى حامي وبارد، والحامي كمان بيدي طعم حلو جدا للاكله بتاعتنا. هبتدي كده اشوح فيهم على نار عاليه. انا مش عايزه الخضار بتاعي يعني يتشوح كتير على النار، يعني يا دوبك كده بس دقيقه واحده بس، وهنكون هيكون تمام كده معايا وزي الفل. هنا بقى معايا ربع كيلو من الفول المدشوش زي ما انتم شايفين كده، وطبعا اكيد عرفتوا هنعمل ايه دلوقتي. هنا ربع كيلو بس من الفول المدشوش، وده هيعمل لنا كميه كبيره قوي يعني. عايزه اقول لكم الربع كيلو ده ب4 جنيه بس، يعني لحد كده احنا زي الفل ومسيطرين، وكل حاجه تحت السيطره، لسه ما عدناش ال10 جنيه اللي انا قلت لكم عليها. المهم بقى هنبتدي نشوح فيه كويس قوي، ودي اهم مرحله في البصاره بتاعتنا، يعني نشوحها كويس جدا. عايزه الفول ده يتشوح كويس قوي. وما تنسوش كمان قبل ما بنشوح الفول او بنسويه عموما، بنسيبه اقل حاجه في الميه ساعتين كده علشان يستوي معانا ويكون حلو. وطبعا لو انت عامله حسابك وعايزه يعني عارفه اللي انت هتعمليه تاني يوم، ما فيش مشكله خالص. لو بليتيه من بالليل وحطيتيه في التلاجة هيكون حلو جدا معاكي. تمام كده، ما ننساش النقطه دي. نزلت بقى على الفول كده بمعلقه من هريسه الشطه، برضو مشطشطه كده وحلوه قوي، من اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض. وهنا بقى معايا كده زي ما انتم شايفين ربطه من البقدونس وربطه من الكزبره، وكمان ضفت عليه اضافه بتخلي طعمه وريحته حلوين جدا، ما بيبقاش فيه الريحه الجامده بتاعه البصاره دي. وهم يعني ورقتين نعناع كده فريش بيخلوا البصاره حلوه قوي، جربوهم مش هتندموا. هنا بقى التوابل بتاعتنا مش كتير، عباره عن نص معلقه من الكمون ونص معلقه من الفلفل الاسمر. هنظبط الملح بتاعنا وكده تمام قوي، كل حاجه معايا زي الفل. هنشوحهم كويس مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم بقى بالميه المغليه. هغطي على كده الخضار والفول كده مع بعض، ونسيبهم بقى على نار كده هاديه يعيشوا حياتهم ويستووا براحتهم خالص. زي ما قلت لكم الفول احنا نقعينه، فمش هياخد تسويه خالص معانا. سبتهم كده على النار هاديه نص ساعه تقريبا، لحد ما كل حاجه كده استوت وبقت زي الزبده زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي حاجه باينه معايا. وعايزه اقول لكم كمان
الخضرة بنحطها آخر حاجة علشان ما تسودش، يعني ما نشوحش الخضرة مع الخضار من الأول، لأ قبل ما ننزل المية هبتدي أضيف الخضرة بتاعتي على طول عشان مش عايزاها تغمق. خدت بقى البصارة ضربتها في الخلاط وصفيتها، أنا بحب أصفيها علشان يكون كده ما فيهاش أي حاجة. تمام. هنا بقى معايا فصين من الثوم، ومعايا شطة حمراء وخضراء، وكمان معلقة من الملح. ابتديت كده افرمهم مع بعض يعني في الهون على طول، مش مستاهلين ان انا احطهم في الكبة. لو عايزين تضيفيهم في الكبة على طول يعني افرميهم وبرضه هيكونوا كويسين معاك. نزلت عليهم بليمونيه واحده بس. تمام. زي ما قلت لكم ده ملح يعني نزلت كمان بربع معلقه صغيره من الكمون، ما كترتش كمون. وشطه حمراء وشطه خضراء كده حاميه وبارده، وطبعا فصين 3 كده من الثوم، وطبعا معايا كمان ليمونيه. هنا بقى معايا الطماطم اللي بيكون طعمها حلو جدا جدا جنب الاكله بتاعتنا. اكلنا النهارده شعبي شويه، فلازم كده نحبشه علشان الاكله دي بتحب كده ايه شويه تحابيش حواليها. جبت الطماطم وابتديت كده اقطعهم زي ما انتم شايفين. طبعا ممكن تقطعي برضو اي تقطيعه انت حباها، انا حبيت الشكل ده فعملتها كده. تمام. وبعد كده بقى الطماطم بتاعتنا دي المخلل لازم على الاكل على طول، يعني انا هقطعها كده واركنها شويه، وساعه التقديم على طول هقوم مملحاها على طول، ونقوم حاطينها على السفره علشان مش عايزاها تنزل ميه ولا اي حاجه. حلو كده. البصاره بتاعتنا رجعنا لها تاني بعد ما صفيناها زي ما قلت لكم، ضربتها في الخلاط وصفيتها. عندك هاند بلندر عيشي حياتك على طول، بس انا بحب اصفي البصاره او العدس، الحاجات دي كلها بحب اصفيها. بعد كده بقى نزلت بشويه من البصل اللي احنا حمرناهم كده، وهنا كانت البصاره بتاعتي جاهزه وزي الفل. اهم حاجه القوام بتاعها يكون متوسط، ما يكونش تقيل معاكي، عشان هي طبعا كل ما بتبرد كل ما بتتقل وبتكون تقيله معاكي قوي، فنظبط القوام بتاعها عشان لما تبرد كده تكون حلوه، وما تكونش برضو تقيله قوي معانا. خليها كده خفيفه عشان يكون طعمها حلو. عايزه اقول لك بقى ربع كيلو الفول عمل لنا 4 اطباق من اللي احنا شايفينهم دول، وكمان طبق صغير شويه. هنشوف دلوقتي كل الكميه اللي معايا. بعد ما غرفت كده البصاره، ابتديت بقى ارش كده البصل المقرمش ده على الوش بقى، ومش عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها كانوا خطار جدا. جربوها بالطريقه دي. وطبعا بطلي تسلقي بقى الفول بتاعك كده على طول، لازم تشوحيه علشان ياخد من الطعم الطبيل اللي عليه والخضار ويكون حلو جدا. هنشوف بقى مع بعض السفرة بتاعتنا بعد ما خلصناها كده. زي ما قلت لكم ما شاء الله كان الاكل جميل جدا، وزي ما قلت لكم طبعا وفرنا كتير. طبعا الاكله دي ما عدتش ال10 جنيه زي ما قلت لكم. كلنا عندنا الطماطم والفلفل والحاجات دي كلها والبصل بيكون عندنا في البيت. هو كل اللي انا اشتريته بس ربع كيلو الفول، وده كان ب4 جنيه مش اكتر من كده. هبتدي بقى احشي الطماطم بتاعتي كده زي ما قلت لكم على التقديم. هنا الربع كيلو زي ما انتم شايفين كده طلع 4 اطباق. قلينا بطاطس كمان، حمرت بتنجان بقى وفلفل بنفس الخلطه اللي احنا عملناها للطماطم. قدمت كمان معاه شوية زيتون، وده كان شكل السفرة بتاعتنا. بجد كانت فاخر من الآخر، حلوة جدا بسيطة وبطعم لذيذ كده بطعم زمان. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا له لايك، واستنوني فيديو جديد. باي باي.